اي حد بحبه لازم اعمل له الطاجن ده. تعالوا نعمل احلى طاجن مكرونه بالجمبري في الفيديو ده وبالمكونات دي هخلوكم ما تفرقوهاش عن بتاعه بره. وما تنسوش تحفظوا الفيديو ده عشان انا متاكده انكم هتحتاجوه. اول حاجه ابتديت بسلق المكرونه، طبعا خليت الميه تغلي وحطيت عليها شويه ملح وبعدين نزلت المكرونه في طاسه سخنه هتحطوا معلقه من السمنه او معلقه من الزبده زي ما انتوا حابين. ننزل بقى بالجمبري لحد ما لونه يبقى اورنج كده، نقلبه على طول على الناحيه التانية. هحط كمان نص معلقه كبيره من الثوم المفروم، وعلى حسب كميه الجمبري انتوا بتظبطوا بقى كميه. ما بحبش احط بهارات كتير للجمبري، ملح وفلفل اسمر وبس، دول كده بيكونوا كافيين بالنسبه لي جدا. 3 دقايق بس على النار، وبعدين ببتدي اطلع الجمبري من الطاسه. طبعا زي ما انتوا عارفين ان اصلا الجمبري ما بياخدش سوا خالص على النار، فحاولوا ان انتوا ما تطولوش في السواقه علشان ما يبقاش بيشد معاكم. وبعد ما نطلع كل الجمبري من الطاسه هستخدم نفس الطاسه ان انا اعمل بيها الوايت صوص. هحط معلقه كبيره هرميه من الدقيق وهقلبها كويس قوي مع السمنه، ولو حسيتوا ان انتوا محتاجين تزودوا سمنه او زبده تاني زودوا. هنزل كوبايه من اللبن لما اشم ريحه الدقيق، وبعدين معلقه من اي نوع جبنه كريمي، الخطوه دي اختياري. ولو حسيتوا ان الصوص تقل معاكم ممكن تزودوا من ميه سلق المكرونه. حاولوا ما تقلوش الصوص قوي لانه كده كده هيتقل لما ننزل المكرونه. هرجع احط فيه الجمبري واديله بالظبط تقلبتين علشان الصوص كده ياخد من طعم الجمبري، وبعدين هحط عليه حوالي حزمه من الشبت. بجد الشبت بيفرق قوي قوي في طعمه، حاولوا ما تستغنوش عن الخطوه دي. واخر حاجه خالص ان انا هحط المكرونه المسلوقه، هسيبها شويه على النار كده مع الصوص ومع الجمبري ياخد بالظبط غلوه واحده، وبعد كده هرفعها من على النار وهبتدي ان انا اجهز الطاجن علشان ادخله الفرن. وممكن توقفوا لحد الخطوه دي وتستمتعوا بيه كده من غير ما يخش الفرن ومن غير سعرات حراريه اكتر، بس انا بصراحه بحبه طاجن. حطيته في طاجن وبعدين حطيت على وشه جبنه موتزاريلا كده كتير بقى. مجرد ان انا هدخله بس الفرن من غير ما يكون الفرن شغال، على الشوايه بس بالظبط 10 دقايق، وهلاقي الجبنه ساحت ووصلت للمنظر ده. وطبعا انا مش محتاجه اقول لكم هو قد ايه طعمه كان حلو جدا، والجبنه دي بجد بتفرق قوي في الطعم مع الجمبري. بالنسبه لي ده احلى طبق ممكن اكله لما احس ان انا جعانه قوي ونفسي في حاجه كده تبسطني. لو انتوا بقى من محبين الجمبري زيي فلازم تجربوا الوصفه دي بنفس المقادير، وهتطلع معاكم بالظبط زي بتاعت بره بنسبه 100%. مش محتاجه ان انتي تروحي تدفعي كل فلوسك في الاكل الجاهز. مستنياكم تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. بجد بتبسط قوي لما حد بيعمل وصفه من وصفاتي وبيبعت لي في الكومنتات ان هو جربها وعجبته. ولو انتوا اول مره تشوفوا القناه بتاعتي، انا رنا بعمل لكم وصفات اكل تناسب البنات المتجوزه لسه جديد وتناسب البنات اللي بتشتغل، اكلات سهله وسريعه ما تاخدش معاكم اي وقت خالص. اعملوا سبسكرايب للقناه بتاعتي واوعوا تنسوا تعملوا لايك للفيديو.